ازيكم يا مساء الخير. جيتكم اليوم بوصفة جديدة. الوصفة دي لذيذة شديد. تعالوا اوريكم المقادير واوريكم المكونات. عندنا من 3 ل4 كوب دقيق، وممكن تقلل الكمية اذا انتوا اسرة بسيطة. اسرة صغيرة ممكن تقلل الكمية. اذا انتوا اسرة وسط خلي من 4 كوب دقيق مناسب عشان يعمل لك الكمية كبيرة. دقيق رقم 1 هتضيف عليه معلقة صغيرة من الملح، هتضيف عليه نص معلقة باكنج بودر، وخلاص. في اضافات تانية بس الاضافات التانية دي اختياري. اذا انت حابة ممكن تضيفي اللي هو الكستر العادي، ممكن تضيفي معلقتين اذا انت حابة، او النشا اللي هو الكورن فلور برضو تضيفي معلقتين نشا او كستر، اختياري يعني. وبس. بعد ده حتجيبي موية دافية من غير خميرة، من غير اي اضافات تانية، حتجيبي موية دافية وحتعجني. بس العجنة هنا مختلف تماما عن عجنة البيتزا وعن عجنة الفطائر او عجنة تانية. العجنة هنا حتكون متماسكة شوية بحيث انك ما تكتري الموية، يعني الموية تكون وسط. شايفين؟ هو كده حتحسي انه محتاج موية، لا ما حيحتاج منك موية، حيحتاج منك انك انت تعجنيه وتلمي العجين بيدك. تمام؟ اذا حسيتي انه هو لا ما داير يتعجن محتاج مويه، حتشيلي كده شويه زيت بيدك، زيت كميه بسيطه من الزيت، حتفضلي تعجني فيه. شايفين؟ اذا انت عندك عجانه افضل، يعني يبقى اريح. بس انا بحس انه الوحده لما تعجن بيدها بتقدري تتحكمي في القوام. شايفين؟ زي ما قلت لكم ملح. وممكن تاخدي فيه رشه بتاع سكر باودر، ما تاخدي سكر عادي، سكر باودر اذا متوفر. وعادي ممكن تستغني عن السكر، بس ملح ودقيق. الكاستر والنشا اختياري، اذا موجود اعملي، ما موجود عادي. خلي العجنة ترتاح معاكي شوية، من 20 دقيقة. ايوه ياخد راحة زي 20 دقيقة. حتفرديه بالنشابة. لما تيجي تفرد العجنة حتحسي انه العجنة قوية شوية. عادي افرديه. كل ما حسيتي انه العجنة يعني متماسك، كل ما الفطيرة بعدين حيطلع معاكي رهيبة شديد. الفطيرة دي نحن في السودان بنعمله دايما في الاعراس. بيكون صحن زيادة كده مع الحلا. لانه حلو شديد. ممكن وكمان في الايام العاديه بنقدمه مع الشاي الاحمر. شتاء يعني شاي احمر بنشرب بكميه هلاميه يعني بغض النظر عن انه اصلا الشاي الاحمر يعني زياده منه ما بينفع. فبس الفطيره رهيبه شديد. بتقطعيه زي ما انت دايره باي طريقه، ما شرط نفس الطريقه، بس احنا في السودان بنقطع بالطريقه دي. بتمنى تجربوها لانها سهله واقتصاديه، ما مكلفه شيء. وغير كده طعمه رهيب شديد. بتجيبي كمية من الزيت، سخني الزيت على نار واطي، ما تخلي درجة الحرارة تكون عالية، عشان ما يتحرق معاكي. في نار كده وسط تحمريه بالطريقة دي. واخر شيء بنرش عليه سكر باودر. فبس والله الوصفة حلوة شديد. بتمنى تجربوها، بتمنى تعملوها لأولادكم. حرفيا زي ما بيقولوا سناك، تعملي كتير تخليه في المطبخ. ما حيقولوا لك يا ماما نحن جعانين، يا ماما دايرين. وقت ما عاوزين شاي يعملوا براهم، يشيلوا من الفطيرة ويقرمشوا. بالعافية علينا وعليكم. بتمنى الوصفة تكون سهلة وتجربوها وما حتندموا خالص. في أمان الله.